ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيله، اللهم انصر المجاهدين في سبيله الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمته. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم انزل عليهم ملائكة مسومين مردفين. معشر الأحبة بالله، في هذا اليوم المبارك نتذكر مرضى المسلمين الذين أرهقتهم الأوجاع، الذين أضعفتهم الآلام، منهم من هو في المستشفى ومنهم من هو في بيته يترجى. نسأل الله عز وجل لهؤلاء جميعا من إخواننا المسلمين ومن أخواتنا المسلمات الذين ابتلاهم الله عز وجل بالمرض، نسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية، كما نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأوجاع وهذه الآلام التي ابتلوا بها في ميزان حسناتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا ألم إلا كفر الله عز وجل له به من خطاياه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ففضل الله تعالى واسع ورحمته تبارك وتعالى واسعة، نسأل الله عز وجل من فضله. معشر الأحبة في الله، في هذا اليوم نتذكر المسجونين والمسجونات من المؤمنين والمؤمنات في سجون الأعداء الظالمين، أدعياء العدالة وأدعياء المساواة الذين يسجنون عباد الله تبارك وتعالى بدون جريمة وبدون إثم، إنما يسجنونهم من أجل أنهم قالوا ربنا الله كما قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نسأل الله عز وجل الذي أخرج يوسف من السجن ويونس من بطن الحوت أن يخرج إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات القابلين جميعا في سجون الأعداء. نسأل الله تعالى أن يخرجهم وأن يفرج عنهم وأن يخلق صراعهم وأن يردهم إلى أوطانهم وإلى أهاليهم سالمين غانمين. في هذا اليوم تشرئب أعناق المحتاجين وتتطلع أعينهم إلى ما في أيدي عباد الله تعالى المحسنين. فيا فوز من أدخل السرور على قلب يتيم، ويا فوز من مسح دمعة أرملة ترعى حولها البنات والبنين، ويا فوز من قضى حوائج الملهوفين. يقول الله عز وجل وهو يذكر العقبة الكبود التي لا يجوزها إلا المخفون من الذنوب والمعاصي والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم عقبة كبودة لا يجوزها إلا المخفون، والمخفون أي الذين هم بعيدون عن الذنوب والمعاصي والسيئات. قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو الصائم النهار القائم الليل، ما أعظم هذا الفضل. ويقول صلى الله عليه وعلى آله
وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وأفضل العمل سرور تدخله على المسلم. فكونوا كذلك يا معشر المحسنين ويا معشر المحسنات، أحسنوا إلى اليتامى، أحسنوا إلى الأرامل، أحسنوا إلى المحتاجين، فإنكم إذا أحسنتم إنما تحسنون لأنفسكم، وستجدون هذا الإحسان في يوم تحتاجون فيه إلى حسنة تثقلون فيه موازينكم. معشر الأحبة بالله، في هذا اليوم نتذكر حبلا عظيما أمر الله عز وجل بوصله ونهى عن قطعه. اشتق الله عز وجل اسمه من اسمه الرحمن، ووعد بوصل من وصل وبقطع من قطع. إنه الرحم، إنه الرحم. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال العلماء المفسرون: اتقوا الله أن تقصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وقوموا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالله في الرحم، اتقوا الله عز وجل فيها، صلوها ولا تنتظروا مقابلا. إن الذي يصل الرحم هو الذي لا ينتظر المقابل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ تصلني أصله، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها، لأنه يبتغي بذلك جل وعلا. في هذا اليوم المبارك نتذكر موتى المسلمين الذين كانوا من الأيام إلا فوق هذه الأرض، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون. صاروا بعد الموت تحت التراب والجناد وحدهم، فهي سامع الصوت وهي سامع الموت وهي عظام لحما بعد الموت. نسألك أن ترحم موتانا المسلمين أجمعين. اللهم ارحم المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم يا كريم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم فيها، اللهم اغفر رياض الجنة، اللهم ارحمنا واغفر لنا وارض عنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. معشر الأحبة في الله، في هذا اليوم نتذكر حملات الاستهزاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شنها أعداء الله عز وجل، سفهاء الجبناء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى. نتحمل ونذكر بواجبنا وهو نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب بكل ما نستطيعه. وإذا فرضنا فاعلموا أن هذا النبي العظيم لا يتركه الله عز وجل، وإنما سينصره إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره. فمن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع إنما ذلك شرفه، لأنه تشرف بنصرة سيد الخلق ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وهذه الآية عامة إلى يوم القيامة. كل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكفي له وسيعامل هذا المستهزئ بما يستحق. ويقول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، إن عدوك ومبغضك هو الأبتر من كل خير، من خير الدنيا ومن خير الآخرة. وهذا من أشقى الناس، قطع من كل خير والعياذ بالله. معشر الأحبة في الله، والله لا يزال إيماننا، أو قلت لا يزال الكفار في أذية النبي المختار إلا ونزداد يقين، نزداد الإيمان بصدق هذا الدين وبصحة هذا الدين وبصدق نبوة الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام. أرادوها شرا فانقلبت خيرا الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معشر الأحبة في الله، في هذا اليوم المبارك نتذكر بشائر التفكير هذا الدين التي ورد في الكتاب العظيم وفي سنة المصطفى الأمين صلى
الإسلام قلب، والخلافة على منهاج النبوة آتي، وقتال اليهود من طرف المسلمين الموحدين المتبعين حق، والانتصار على الروم في ملحمة لا شك فيه ولا ريب. نحن نؤمن بها ونوقن بهذا مع ما آل المسلمين من الضعف والهوان والتفرق وانتشار الشرك والبدع. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قبل هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت بدر ولا وبر دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. معشر الأحبة في الله، أوصي الجميع ونساء أن يكونوا صالحين مصلحين لأنفسهم مصلحين لغيرهم، والصلاح وحده لا يكفي إذا كنت صالح. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما يصفون. فالذين يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم ناجون بالله سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وهم مصلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتن يأجوج هذا وهذا. فقالت الصحابية الجليلة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فوجود لا يغني من منع نزول عذاب ربها إذا كان هؤلاء الصالحون لا يصلحون. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن منكم خاصة. فلا بد من أن نصلح في أنفسنا، ولا بد أن نصلح غيرنا، نصلح أنفسنا في أقوالنا وفي أعمالنا وفي مقاصدنا وفي نياتنا وفي معتقدنا، نصلح أهالينا، نصلح زوجاتنا، نصلح بناتنا، نصلح أقربنا، نصلح جيراننا، كذلك نصلح بين. إذا رأينا منهم ما يشير إلى التفرق، ما يشير إلى الشقاق، قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد الإصلاح يوفق الله بينهما. وقال سبحانه وتعالى: والصلح خير. كذلك من الإخوة في الله عز وجل الذين نزغ الشيطان بينهم، قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كما نصل بآيات من المسلمين المتقاتلة المتناحرة كما قال عز وجل: وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وباب الإصلاح واسع، باب الإصلاح واسع، لا يصلح كما قلت إلا من كان صالحا في نفسه، إذ كيف يستقيم والعود أعوج. معشر الأحبة في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه كلمات إلى إيمان الله عز وجل من المسلمات، فأقول مقتديا لا معتديا: يا معشر النساء، الله يا بنات آدم اتقين الله عز وجل وتعلمنا العلم النافع الذي يصلح لكن الدنيا والآخرة، وحافظنا وعلى تلاوة القرآن الكريم، واحفظنا من الفتن الظاهرة والباطنة، ولا تضيعن أوقاتكن في قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كنا والمسلسلات الهاربة والأفلام الساقطة والجرائد الضارة والمجلات التي لا خير فيها. أوصيكنا يا بنات آدم، يا إماء، يا معشر المسلمات، أوصيكن بطاعة الوالدين وبطاعة الأزواج وتربية الأولاد التربية الصحيحة الموافقة لهذا العظيم. أوصيكن أيضا بالتعاون على البر والتقوى والإثم والعدوان فيما بينكن، كما أوصيكن بحفظ اللسان عن كل ما لا يحبه ولا يرضاه، كما أوصيكن أن تحفظن أنفسكن من الفواحش الظاهرة. معشر أحبتي لا يسعني في هذا المقام إلا أن نتوجه إلى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى سائلا
إياه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا، وأن يثبت على الإيمان قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء، واجعل ذلك في ميزان حسناتنا يا رب الأرض. اللهم أعد علينا شهر رمضان سنين عديدة وأياما مديدة. اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم كل المستضعفين من عبادك. اللهم نسألك أن تغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهد الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للثبات على طاعتك وللثبات على دينك حتى نلقى العالمين. اللهم اجعل المسلمين إخوانا في الله متحابين فيك يا رب، متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. اللهم احفظ المسلمين من ضعفاء وباطنة. اللهم إنا نسألك الأمن في بلدنا والعافية في أموالنا وأهلنا. اللهم إنا نسألك أيضا العافية في أولادنا وذرياتنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر المسلمين من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين. اللهم الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره رب العالمين. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم جميعا.